تعجيلا لفرج مولانا صاحب الزمان رحمة لأرواح أمواتكم إلى روح من اجتمعنا لأجله ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد فيما روي أن رجلا سأل أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: يا أبا الحسن، ما الاستعداد للموت؟ لهذه العبارة الأغلب الأعم يتعامل وياهم مولانا بالتعامل السلبي للإيجابي. هذا مفردة الموت اللي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله أنه هادم اللذات ومفرق الجماعات وكفى بالموت واحد. لهذا إحنا في ثقافتنا لما نقرأ عن الموت، لما نقرأ الموت شلون نقرأ؟ نقرأ يعني حقيقة بنظرة غير محببة للموت، عكس ما نقرأ مثلا نظرتنا إلى الحياة. عكس نظرتنا إلى الحياة، إحنا الآن اللي شاغلنا الحياة ما شاغلنا الموت. الموت هاجس
لما نتذكر ينتابنا الحزن، الخوف، التردد الى اخره. عده احنا قرينا كل الثقافات، لعله درسنا بعض الثقافات، الا مساله دراسه ثقافه الموت في منظور القران الكريم وثقافه الائمه عليهم السلام، هذا تقريبا اخذناه على بعض. مره نجي اذا واحد يجي تقرا فكره الموت شلون يقراها؟ يلقى مثلا في دعاء الصباح عند امير المؤمنين عليه السلام، يلقاها مساله فرديه، طار عباده الموت والفناء. يجي يقرا القران الكريم مره يوصل الى مرتبه ان النفس ذواقه الموت، كل نفس ذائقه للموت. مره يقرا قل يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، اللي يتحصل من الموت في كل امكانياته الماديه قواه البدنيه، يصل الى مرحله ان القران اشار كذا ولو كنتم في بروج مشيده. مره اذا الانسان يحاول ان يفر من الموت، اعطانا القران ضابطه، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، من باب لطيفه في يوم من الايام نبي الله سليمان جالس ووزراء الى جنبه، تدري مجلس حكم النبي وكلهم قاعدين، يعني ما كان فيهم الظالم، كلهم عدول. فكان في ما بينهم جالس إسرائيل عليه السلام يحقق في وجوه الجلساء يباوع، بس نقل على واحد منهم، ركز على شخص من شخصيات وزراء نبي الله سليمان وضع عين عليه. هذا الوزير كل ما يدير وجهه عن هذا الانسان، عن هذا الشخص، يرجع يلقاهم يباوع عليه. التفت للنبي قال له انا يا سليمان عندي طلب كذا تفضل. قال له اردت له تعطيني امكانيه انه على هذا بساط الريح يحملني يوديني الى جزيره في اليمن في تلك البلاد البعيده. قال له ما هو مشكله. امر النبي سليمان ردوا على البساط وحولوه ذيك الجزيره. هو سال كذا هذا القول انه قال ملك الموت، فوداه الجزيره. ملك الموت يوم اللي قبض روح هناك يقول انا كنت في حيره من امري، الله امرني بقبض فلان في الجزيره، وهو قاعد مع سليمان في مملكته. فهو اللي اراد ان ينتقل بامكانياته الماديه هروبا من النظر الى وجه اسرائيل، راح ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيه. احنا عندنا قضيتين قبل ان ندخل في كلام السائل والاجابه من امير المؤمنين حول الموت. الموت احنا عندنا علتين، سببين اللي خلانا نبغض الموت. اثنين. الاولى في روايه عن ابي ذر رضي الله تعالى عليه، قالوا له ما لنا اذا ذكر الموت اشمئزت قلوبنا، نسك المؤمنات نبيهم، يعني ما عندهم شاف غير الموت، عافوا عور العين الحلوه والجنان والبلدان، عافونا ذيك الثمار، مبلشينا بما ولا بالموت والعقاب. لا اطمئن، هو لولا الموت انت ما تصل الى ذيك الديار، خلي بالك يعني. اذا ما تموت ما توصل لذاك المقام. اذا ما تنتقل من عالم الدنيا راح تبقى بعالم الدنيا، فرضا الا بقيت، وهذا محال لا يبقى احد على وجه الارض. يعني الموت هو رحمه الانسان ينتقل الى هنا. ينتقل. قال لانكم عمرتم الدنيا، انتم تذكرون الموت تتاهلون، عمرتم الدنيا بخراب الاخره، ولا يحب احدكم ان ينتقل من دار العمار الى دار الخراب. قاعده عقليه، لو اذا واحد ساكن في بيت كل الخدمات متوفره، كذا تعال ولا انا اروح اسكن ببيت شعر، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، يعني ما معقول واحد يشوف كل هذا النعيم والراحه يتحول الى بيت شعر وهاي الاجواء الى اخره. الراي القراني شو يقول؟ الراي القراني يقول هو عدم الصدق عند الانسان في محبه الله ومحبه لقاء الله، لهذا فضل الدنيا على الاخره. ولما تسمع في الروايات في اخر ليالي امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يوم اللي كان يدعو اللهم حبب لي لقاءك وحبب لقائي اليك، اللهم بارك لي في الموت. وهذا سامعين الدعاء يقرا امير المؤمنين عليه السلام في اخر ليالي، بارك لي في الموت. كان يطلب امير المؤمنين من الله ان يجعل البركه في الموت. ولهذا العجيب تقرا انه الوحيد عن ابن ابي طالب لما انضرب قال فزت ورب الكعبه. هاي عبد الله الاول، فواحد يسال شنو اللي فاز به علي بن ابي طالب؟ وهل كان عليا قبل ذلك في خساره حتى فاز؟ هاي يحتاجون الى تامل ولا؟ القران الكريم يجاوب قل يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ان الانسان حقيقه هو مطمئن راح يثبت على الله تعالى
ولا يتمنونه ابدا. القران الكريم يقول دول اللي يدعون محبه الله وموده الله وانهم على دين الله، هؤلاء يدعون ادعاء ما الى حقيقه في الواقع العملي، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. لهذا السائل يقول له ابا الحسن كيف الاستعداد للموت؟ هاي الحقيقه الحتميه، الانسان شلون يستعد له؟ الله وكيلك في جانا الشتاء نفضنا ملابسنا الشتويه وكويناها وجهزناها، صح ولا غلط عم؟ اللي لابس عباءه شتويه طلعها خاف الوقت يمرض عليه، اللي طلع الجاكيت مالته الستره، اللي طلع الغاب ماله، استعدينا لاستقبال موسم فصلي ايام. اذا طال عرض مولانا اخذ علينا 90 يوم موسم الشتاء 12 واحد الثالث يبدا بالربيع. استعدينا له باستقبال ملابس. الانسان راح ينتقل الى دار جديده، كيف يستعد؟ هذا يجي يسال امير المؤمنين كيف الاستعداد؟ قال عليك باداء الواجبات واجتناب المحرمات والاكثار من المكارم. هسه وحده الاستعداد للواجبات او اداء الواجبات ما هي؟ كل الواجبات اللي عندنا اليوم في المنظور الشيعي العملي بالساحه العمليه هو احنا نصلي واحد شيء مولانا ونصوم، اكو غير اللي ما امر بمعروف خلينا على جهه، نهي عن منكر خلينا على جهه، صله الرحم ما نديناها خلينا على جهه، لان واجبات وهم واجبات. هسه بالدين اصول واكو فروع وما تكمل، لا هاي تكمل بدون الاصول ولا الاصول تكمل بدون الفروع. واعتدت من الثانيه ولا واحد يعتقد بالاعتقادات التامه بس هو ما يؤدي الاعمال، هذا شنو؟ وضع عند الله سبحانه وتعالى. هذا عليك باداء الواجبات. نجي احنا حصلنا مولانا الواجبات الفرض عملين، عمل صلاه وعمل صوم. والله خلينا نجي للصلاه، اغلبنا يصلي لو ما يصلي؟ صلي. كل واحد يسال نفسه صلاتي مقبوله عند الله لو ما مقبوله؟ اسال واحد يقول هذا ايش عم يسولف؟ واحنا من يدري عمله مقبول وما مقبول؟ لا عمي الله يدري مو احنا، لا. ممكن نذبن على الله. جيبها خلص احنا على بعض الاشياء اللي بنطلع منها من دائره المسؤوليه وين نذبن؟ نتنصر عن المسؤوليه نذبن على غيرنا. هاي مولانا اعمالي مقبوله وما مقبوله شيء نذبن على الله. الله شيل علاقه مولانا، الله اعطى ضوابط، خلى حدود، خلى قواعد على الانسان ان يتمسك بها، يلتزم بها. الصلاه قال لها ضابطه اذا ادت محتواها العملي، يعني الصلاه فيها فعليا مقبوله. اذا ما ادت محتواها العملي الباطني، الصلاه تعتبر تبقى باقي مولانا منسقط واجب، وهي عباره عن رياضه يؤديها الانسان في كل وقت. رياضه مو اكثر ولا اقل. قال القرآن الكريم إذا تريد تعرف صلاتك مقبولة ارجع للقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة ايش فيها مولاي؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تعقلون. أجي للنبي صلى الله عليه وآله، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد. اخواننا صلاتنا اليوم قبل 1446 عام هاجر النبي. قبل الهجره يعني بعد البعثه النبويه او عفوا قبل البعثه جمع عشيرته واهل بيته، قال لهم كلمه: جئتكم بخير الدنيا والاخره، قولوا كلمه واحده وياي توصلون الى مقام الفلاح، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شاشة النص بعد اللي معاذنا لا اله الا الله، وسمياتنا لا اله الا الله، مواكبنا لا اله الا الله. نريد ان المجتمع نهضه حقيقه مولانا. نريد ان المجتمع عندنا نهضه حقيقيه بمن بالاعباء اللي وقعنا اجتماعيا نتذكر امامنا. يراد لنا نهضه فكريه نقاوم بها الافكار المنحرفه اللي ادت بالشارع الى التحلل القيمي. يراد لنا مولانا نهضه وعي بعيده عن التطرف القلمي الاجتماعي، حتى الدين يقول بامانه، حتى انه بواقع اقلها نحن ابنائنا في المستقبل. انا اليوم اذا تسالني اقول لك والله يمكن اللي عشت اللي قتلوا بعد قتل، لا انا على الحين اللي بقى اقل، لكن احصل اللي يجي بعدي لان انا دوري خليفه لله في الارض، انا المن اللي بعدي وهذا دوري، والا دوري مو اجي اعيش ايام ما علي وغيري. لا يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض. الله قاعد يخاطبنا لان الخليفه بالارض، والخليفه لازم يمثل المستخلف وهو الله.
والله لما خلق الانسان خلقه لغايه ان يصل الى المقام اللائق بالانسان فيكون خليفه لله. ولهذا علينا ان نعتقد تمام اعتقاد انه الاعمال العباديه اذا ما تنزلها من منظومه العباده للمنظومه القيميه العمليه فهي تبقى مولانا حركات والفاظ. الصلاه اللي قال عليك باداء الواجبات، الصلاه لها روح بالعمل. روح. والا في يوم من الايام ابو ذر عفوا ميثم التمام اجى الامير المؤمنين عليه السلام قال انا بدي اشتغل بالسوق، سوق الكوفه. قال له ايش تشتغل؟ قال له بيع لبن. قال له لبن بماء لو بلا ماء. قال له شنو الفرق؟ قال له اذا بماء يعني بعت ماء وهذا غش راح يصير المصدر حرام. قال له اذا ابيع بلا ماء لان هذا التلميذ علي خوش انسان. ثاني يوم صاحبنا ميثم اخذ اللبن الحليب يسمونه لبن في الروايات، اخذ الحليب وقعد بالسوق الكوفه مولانا بسط حاله حال الوالد، بس مو شو دائما اللي قاعد على الشارع ويصلي الظهر وحاط شيء سكاية في نص الشارع، لا. اكو حدود مولانا، والله لما يخرج الانسان عن الحدود بعضها حتى عن الطالب الانساني. على اي حال، ثاني يوم الصبح جاء امير المؤمنين بعد ما كمل مشواره وعمل العلم ما كان ينام الا 10 مولانا، يقعد قبل طلوع الفجر لاخر النهار، علي مستيقظ. اجى فر السوق علي بن ابي طالب وصل الميثم، قال له بعت له ولا لا؟ قال له ربع اليمين ذول اللي يشدون علاقه حلوه توصل للبيت تلقاه كذا خطافه ويروح يصلي ويقول هذا رزق الله هذا رزق ابليس ماله. اللي يغش مو كل واحد، اللي يغش. فقال له بعت، قال له سيدي بدرهم واحد فقط، بعت بدرهم. هاي الناس يبي بعض ذول اللي يعرفون ويصيعون بعض. انا بعت بدرهم واحد. التفت لامير المؤمنين عليه السلام قال له اعلم يا ميثم انه لا يوجد درهم حلال في سوق الكوفه غير هذا. سوق الكوفه وكبره ما تلقى درهم حلال غير هذا، فهنيئا لك الحلال، لان الحلال مو كل واحد يقدر عليه، صعب. المنظومه القيميه ضروريه جدا لانه الصلاه تنزلك الى برنامج عملي، تخلي الانسان يعيش قيم. قال عليك باداء الواجبات، وعد قال واجتناب المحرمات. المحرمات يقولون العجاله، كم محرم؟ عندنا محرم لفظي، عندنا محرم سمعي، هاي اللي احنا طايحين فيها. واحد يزعل اذا يغش صديق او يغش واحد من معارفه او من القبيل، يزعل ويظل يسولف فيها سنين، قشمرني وخدعني وغشاني. ابليس من الليل لليل يشتغلنا، يقشمر بينا، ناصب علينا، يغش بينا، مدهورنا بالاصطلاح العام، يا بينا زعلان على ابليس، بينكم ما بين الله. يا بينا زعلان على ابليس. اكو ويرجع ورا 10 دقائق يخدعنا من لون ثاني، ورا ربع ساعه يجي يكذب علينا كذبه ثانيه صديه. فصدق عليهم ابليس ظنه. القران قاعد يقول ابليس صدق على الناس ظنه. وهو هم لما يوقع الانسان بالمعصيه شو يقول؟ اني بريء، اني اخاف الله، ابليس يقول اني اخاف الله رب العالمين. محرمات سمعيه لفظيه لو مين نرد عليهن هي الغيبه اما لفظا او استماعا. وما نقدر نتخلص من هذا المرض ليش؟ لانه امر بمعروف ونهي عن المنكر. انا اذا قاعد بالمجتمع ياخذ غيبه واقول هاي غيبه، يروحوني لو يطلعوني مولانا برا وهذا يتمومن وصاير مدري شنو. صدقني هي التربيه ثقافه، لما تتربى عليها تربي لك جيل عليها ينشئ جيل ينبذ هذا الشيء، بس اذا احنا توارثناه لفظه سامع الاثنينات. والمشكله انه هذا اللي قاعد يسمع وما صراخات ومستغاب، اللي استغابوه هذا هم راح يحمل وزر يوم القيامه. الواجب عليه ان ينتفض يقول لا، محرمات لفظيه قوليه، بعد شنو عندنا مولانا؟ عندنا محرمات بصريه، نظر. القران عالجناها، قال مشكله النظر يحتاج الى قوه اراده. الانسان يكون عنده اراده شو يسوي؟ يغض بصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما قال يسدون عيونهم نهائيا، قال من تفيد التبعيد، من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. المحرمات البصريه النظر يحتاج الى قوه اراده. الانسان يخلي عنده القاعده اللي مو إلش فيها مولانا، مو إلي، ما اصير لك مو إلك، خلي في بالك.
عاشوراء سيد الشهداء عليه السلام خطب القوم، حدثهم وعظهم، ذكرهم غضب الجبار، وذكرهم بنفس المقدسه محدثا عنها، وقالوا لابس عمامه النبي ولابس درع النبي وانا ابن بنت رسول الله وابن علي وام فاطمه واخوي الحسن وسبط النبي، قالوا لك كلهن ندري بيهم، مختصر مفيد كلهن نعرفهم. غيرت عليكم سنه في الاسلام؟ لا. ابتدعت بدعه في الاسلام؟ لا. تطبون بجراحه قتيل قصاصا قتيل بجراحه؟ لا. على ما تقاتلوني؟ ليش؟ شو السبب؟ خروجكم لحربي. قالوا له طاعه للامير وبغضا لابيك علي بن ابي طالب. الاثنين، طاعه للامير ابن زياد وبغضا بعلي. الامام الحسين عليه السلام علل خروج القوم وانحراف الامه بمن؟ قال هؤلاء قوم ملئت بطونهم من الحرام. شاهد لقمه حرام زلت قدم، وراها ثانيه عبر السايق، الثالثه طلع برا. بعد يلحق على نفسه يرجع ما لحق. ما لحق يرجع الا ان يتوب. زين، احنا حالنا اليوم مصفين ارزاقنا لو بيها مشكله. واحد قال له شو صار لي زمان؟ قلت له تيجي تشوفه؟ قال لي. قلت له انا عن نفسي قلت له اعرف روحي، رحم الله من عرف قدر نفسه. قلت له اختصر لك اياها انا ما اشوف. انت تيجي تشوفه؟ قال لي. تعال انت ايش تشتغل؟ قال موظف. مع جد اعتباري لا تحسب على الموظفين، كل عامل ما يدخل في رزقه عنده مشكله. مو بالضروره الا يكون مرتبط بدائره حكوميه، لا، حتى انا رجال اشتغل عامل بني. اما اذا ما دخلت بالوقت اللي اروح اشتغل فيه ال8 ساعات، صحيح انعمل به متخربط به، ارجع لها اعرف اليوم ما في حرام ولا لا. الله يشهد بيننا الله صاحب الزمان. اعرف روح اليوم اذا مستغل صاحب البيت، واعرف روح اليوم اذا انضحك صاحب البيت. ان الانسان على نفسه بصيره. واقع ولا ما واقع؟ هو هذا الواقع. قلت له عمتي شو ما قال لي؟ قلت له انت شو قال انا الموضوع؟ قلت له ايش قد دوامك؟ 90% 80 70 قال لا 70. قلت له 30 تاخذ مستحقاتها ولا قال اخذ مستحقاتها؟ قلت له هاي 30 تاخذ مستحقاتها حسب المرجع اللي انت تقله حلال ولا حرام؟ قلت له عم مسكت بعد لا تشوف ولا اشوف. هؤلاء قوم ملئت بطونهم من الحرام فاستحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله العظيم. دعونا لينصرونا ثم عتوا علينا يقاتلون. اول مره دعونا للنصره، بعدين انقلبت الاحوال وصار شنو مولانا؟ عداء للحسين عليه السلام. ثم عتوا علينا يقاتلون. دعا عليهم الحسين فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق كددا ولا ترضي عنهم الولاة ابدا. اهل العراق اليوم يقول الولاة يعني القاده، لا، الولاة قال محمد عليه السلام. الولاة اهل البيت، ولا ترضي عنهم الولاة يعني الائمه ابدا. ما اكتفوا بقتل الحسين عليه السلام، لا، جابوا عائلته، اهل بيته، نساءه، اطفاله، بنات الصبيات، احباء واعزاء، مرضهم على مصارع قتلاهم. منظر. والنساء على النيام. زينب امرت النساء عند الركوب، واوصت النساء وقادوا النيام وقال للاعداء بالله عليكم الا ما مررتم بنا على مصارع قتلانا. خويا ودعتك يلا يا عيوني، يردون عنك ياخذوني. خويا نخيت اخوته وما جاوبوني، يا اهل الحميه ما تجوني. خويا بيد العاد تخلصوني، شبه ولا اللي بالولي. خويا لا تقول زينب وحنينه، ولا تقول ما مرت علينا. خويا ايش بدي انا؟ بدي
يا ابن الله فيك واجيب ظلال خويا يظلل عليك خويا شريك ما بيك جيت انشد يا خويا شريك ما بيك خويا ساعق عليك ساعق عليك لقيت الخيل كذا ساعق عليك والهدايا سايقين الضعن يا ساعة نوري خويا ما ودعت اخوتي اولاهم ودعوني وان كان ماشي بعجل بعباب مروني خويا وانا على ظهر الزين خلوا يشوفون وحده حال الضعن سجب الضعن وحده وتركنا فاقد الخوان وحده يا ابن امك من عليك وحده من الدار والقيا خليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي اقسم عليك بمحمد وآله فرجع إمام زماننا يا رب اجعلنا بخدامه وفرنا لطاعته عقد بيننا وبينه أمتنا على حقه وولايته وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين لا تفرق بيننا وبين محمد طرفة عين أبدا يا الله لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في القيامة. أيد واحفظ وانصر مجاهدينا قواتنا الأمنية علماء الإعلام العاملين سد القضاء الحاضرون السامعون بوجهك الكريم بمحمد وآله احفظهم في أهلهم وعيالهم وجيرانهم ومن يلوذ بحمايتهم من كان في مجلسنا هذا طالبا حاجه إلهي بمحمد وآله حوائجهم من كان عنده مريض بينهم مريض شافي مرضاهم المؤسسون تقبل الله منهم هذا اليسير أوصل ثواب مجلسهم إلى إمام زمانهم اكتبه في صحائف أعمالهم أرحم اللهم أمواتهم وأمواتهم من اجتمعنا لأجله تغمده الله برحمتك الواسعة اجعل شفيعه في قبره وحشره ولقائك محمد والبيت الأطهار ومن عذابهم الصبر والسلوان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أمواتكم جميعا شهداء السعداء وإلى روح الفقيد الذي اجتمعنا لأجله بل اللهم جميع ثواب مجلسنا هذا مع المباركة الفاتحة مشروعة بذكر محمد وآل محمد.